هتعمل ايه لو النهارده اخر يوم في حياتك؟ الحقيقه ان سؤال زي ده سهل جدا الاجابه عليه. يعني اكيد هفضل اصلي طول اليوم على قد ما اقدر، وادعي ان ربنا يغفر لي ذنوبي اللي انا ارتكبتها طول عمري، كل صلاه ما صليتهاش وكل حاجه سيئه انا عملتها. مش هيكون اصلا في دماغي حاجه تانية طول اليوم ده غير فكره ان خلاص هموت النهارده. بس خلينا كده نفترض للحظه واحده انه اخر يوم نقدر نعيشه في الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي، وبعد كده مش هيكون متاح الحاجات دي. يعني نخسر كل حاجة، مثلا نسافر، نكون كده أشخاص مجردين من كل حاجة احنا عايشين فيها دلوقتي. ملناش بيت، ملناش كلية، ملناش دراسة، ملناش أي حاجة احنا مرتبطين بيها دلوقتي. لكن مش بس يعني، لكن مش هنموت خلاص. بس في فرصة ان كل حاجة نعملها في اليوم ده هتتوفر معانا بعد كده. لو شغل مثلا خلصناه النهاردة، نتيجته هتفضل معانا. لو مذاكرة خلصناها هيفضل مستوانا كويس وهنفضل في الكلية. لو صحاب كلمناهم مثلا هنفضل مكملين معاهم، هنفضل عارفينهم وهنفضل متابعين معاهم على طول. ففي خلال الحياة الدنيوية دي تفتكر هتعمل ايه انت في يوم زي ده؟ طيب خلينا نقسم حياتنا كده، نشوف فيها ايه دلوقتي اصلا الاول. اكيد معظمنا يعني حياتنا بتتقسم لثلاث اجزاء: شغل، مذاكرة، عيلة وصحاب والناس اللي احنا بنمشي معاهم على طول. لو جينا للشغل الاول، خلينا الاول نعرف مفهوم الشغل ده وهو ايه. خلينا نحط له تعريف ثابت كده عشان ما نتوهش. الشغل بالنسبة لي هو أي حاجة ملهاش علاقة بالمذاكرة ولكن بالتطبيق. أي حاجة أنت محتاج تعملها في بيتكم، مثلا تركب لمبة، تجيب حاجة من بره لأي حد أنت عارفه، أي حاجة حد محتاجك تساعده فيها، حد كان طالب منك حاجة، أو الشغل اللي كنا عارفينه اللي هو أنت شغال عند حد عشان فلوس وكده. في اليوم ده هبقى عايز أخلصه فعلا، كل الأفكار اللي في بالي، وعايز أبدأ في التنفيذ بس مكسل، أو واقف على حاجة تافهة. أي مشروع في بالي أعتقد هبدأه في الوقت ده عشان مفيش حاجة بعد كده هتكون مكملة معايا. مفيش. لو صحابي وعيلتي مثلا، فاكيد هكلمهم، اقعد معاهم شويه، ادام في فرصه اني ما اشوفهمش تاني او ما اعرفهمش تاني، واكون شخص مجرد من بدون الاشخاص دي. صح انا بقالي كتير ما شفتهمش، بس في يوم زي ده اعتقد ان انا هرجع ان انا اشوفهم مره تانية على الاقل، لو حتى هتكون اخر مره. فالمذاكره، هقوم احاول اذاكر اللي اقدر عليه عشان ما تضيعش مني فرصه التعليم اللي في ايدي دلوقتي. لو فعلا اخر يوم وانا عارف حاجه زي دي، اعتقد ان مفيش دقيقه فيه هضيعها بفكره اني زهقان او ملان، او عايز العب شويه، او عايز اعمل حاجه مختلفه. عشان الحاجه اللي هعملها دي سواء مذاكره، شغل، او قاعده حتى مع ناس صحابي من ايام ابتدائي والكلام عن حاجات قديمه، دي هتكون حاجه مختلفه كفايه. في الاخر، فكرة القرارات وان اي قرار هاخده النهاردة هيكون سبب في ان يكون ليا حاجة احسن او فرصة احسن اقدر اعملها بكرة، حاجة احسن من النهاردة. وان ده اخر يوم كل حاجة فيه ممكن تقع، هتخليني اعمل كل حاجة حرفيا اقدر عليها عشان احاول احافظ على نفسي، افتح لنفسي فرص اكتر بعد كده اللي مش هتكون موجودة النهاردة. بس انت عارف المشكلة فين؟ ان ده مش هيحصل ابدا، ان مفيش يوم هنشوفه كاخر يوم في حياتك. لكن هو صح، الايام دي موجودة كل يوم اصلا. اليوم اللي انت بتقرر فيه مثلا ما تنزلش المحاضرة، هتنقص كام درجة بس مش مشكلة. اليوم اللي انت بتقرر فيه انك ما تعملش مثلا الشغل اللي عليك النهاردة، الشغل اللي وراك، الحاجة اللي حد طالبها منك، او المذاكرة اللي عليك اللي انت عندك الميد ترم الاسبوع الجاي، او بمعنى صح انا اللي عندي الميد ترم الاسبوع الجاي الحقيقة وقاعد بسجل دلوقتي. فبنركنها وبنقول هنخلصها بعدين، مش مشكلة يعني. بس بعدين ده انت متعرفش هيجي امتى. تخيل كده، تخيل دلوقتي معايا لو انه كل يوم حرفيا بدأت تعيشه كأنه اخر يوم ليك، واللي هتعمله النهاردة هو املك الوحيد ان بكرة تفضل عايش الحياة اللي انت فيها دلوقتي. ساعتها هتفتكر الدنيا هتبقى عاملة ازاي؟ هل هقدر اعمل حاجات اكتر وكل يوم يكون مختلف بشكل اكبر، والحياة الروتينية دي اخلص منها، ولا كل حاجة هتفضل زي ما هي؟ اعتقد ان ده مش اختيار اصلا، لان لو احنا بنعمل تغيير فاكيد هنلاقيه. فقوم خلص اللي وراك يا صاحبي، وانا كمان هقوم اخلص اللي ورايا عشان انا عندي ميد ترم الاسبوع الجاي. يلا اشوفك في فيديو اطول من ده شويه.